أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. السلام عليكم، أهلا بيكم كلكم في قناتي، قناة حكايات آيات. النهاردة إن شاء الله قصة جديدة تعجبكم وتستفيدوا منها، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق بقى حلو منكم. واللي عنده أي قصة حابب إن أنا أنزلها يبعتها لي على صفحة الفيسبوك، هيلاقي الصفحة إن شاء الله في صندوق الوصف. ويلا نصلي على النبي ونبدأ القصة. عارفين مثل البطران آخرته قطران؟ أنا للأسف عملت بالمثل ده واكتشفت إنه فعلا حقيقة، وياريت حصل لي حاجة بسيطة، ده حصل لي اللي ممكن محدش يتخيله. أنا كنت على طول مش عاجبني عيشتي، وخصوصا لما دخلت الجامعة وشفت البنات اللي كل يوم بتيجي بلبس جديد وشنطة جديدة وطرحة جديدة، واللي تحسسك على طول إنها معاها فلوس وتعالوا يلا يا بنات ناكل، والكلام اللي انتوا أكيد عارفينه ده. وفي يوم كنت واقفة قدام الدولاب وأنا بتأفف وبقول هو أنا إمتى بقى دولابي دوت يبقى مليان كده لبس أشكال والوان؟ هو أنا هفضل أبدل في الطقمين دول لغاية ما أموت؟ فلقيت أمي دخلت عليا، وبالمناسبة أمي قاعدة على كرسي متحرك، وكانت بتسألني بتخانق مع مين. قلت لها إني قرفت من اللي أنا فيه، كل يوم أروح الجامعة بنفس الطقم تقريبا، ما بغيرش غير الطرحة، ويا ريت حتى عندي دولاب من الطرح، ده هو طرحتين بس اللي عندي. إمتى بقى ربنا يتوب عليا من العيشة الفقر دي؟ قالت لي أمي بحنيتها إن أرضى وما تبطرش على النعمة اللي ربنا اداهالي عشان ما تزولش من وشي. رديت عليها وقلت لها فين النعمة دي؟ ده احنا تحت قوي، أصل انتي ما بتخرجيش وما بتشوفيش البنات اللي في سني عايشين ازاي. ردت عليا وقالت لي حرام يا بنتي، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، وربنا نعم عليكي بالجمال والصحة وحاجات كتير انتي مخك مش عاوز يفهمها. البطران عشرته قطران يا بنتي. ما كنتش مقتنعة بكلامها، وكنت بقول يعني لازم أبقى معدومة عشان ترتاحي؟ ما انا مش هخلص من اسطوانة كل يوم دي، وتقعدي بقى تقوليلي ما هو انا مش معايا وبصرف من معاش ابوكي، وابوكم مات من 5 سنين واخواتك صغيرين، والكلام اللي ولا بيودي ولا بيجيب. خلاص اديني هلبس اي حاجة ورايحة الجامعة، بدل ما انا هفضل اسمع كده في مرشح. امي كانت دايما بتدعيلي بالهداية، وكانت بتمشي وتسيبني لانها كانت بتتعب من الكلام معايا، لكن انا ما كنتش بهتم. ونزلت عشان اروح الجامعة، وكنت ماشية وانا عمالة اقول لنفسي انا مش هفضل في الحياة دي كتير، لازم اشوف حل، وحل سريع كمان. وصلت للجامعة وقابلت صاحبتي اللي اسمها منى، ولما قعدنا حكيت لها ان قرفانة من اللي انا فيه، فلقيتها بتقولي انت حلك الوحيد الجواز، ومش اي جوازة، لا ده لازم تتجوزي واحد غني يعملك كل اللي نفسك فيه. وفضلت تقولي اني حلوة والف واحد بيحاول يكلمني وان انا اللي برفض. فقلت لها اني مش حابة ارمي نفسي على حد. فقالت لي ومين قالك ان انت هترمي نفسك على حد؟ هما اللي هيرموا نفسهم عليكي، وانت كمان اللي هتختاري. انت بس تغيري من نفسك وانا هساعدك، وصدقيني هتلاقيهم كلهم بيجروا عليكي. بصي احنا بعد الجامعة نخرج وانا عزماكي على الغدا، وهنلف شوية كده واجيبلك شوية حاجات. وفعلا بعد الجامعة رحنا عشان ناكل، وبعد الأكل خدتني ودخلنا مول. صاحبتي منا كانت غنية جدا، ودايما كانت بتلبس لبس غالي قوي وحلو، والفلوس مش فارقة معاها، بس هي كانت مش جميلة قوي. كنت عارفة ان هي مصاحباني عشان بس اسليها واقعد اتكلم معاها، وانا كنت بسمع الصراحة كلامها في كل حاجة. دخلنا محل في المول ولقيتها بتديني لبس وبتقولي ان اقيسه. بصيت لي اللي كانت ماسكاه كان طقم عبارة عن بنطلون ضيق جدا وبلوزة قصيرة وكمها مش طويل. فقلت لها بس ده ما ينفعش للحجاب، انت عايزة امي تبهدلني؟ بس هي فضلت تقنعني ان اللبس دوت هو اللي هيظهرني وهيخليني ابان. وما استنيتش ارد عليها، لا دي زقتني على البروفة وادتني اللبس وقالت لي يلا ادخلي وانا هستناكي. لبست الطقم ولقيت ايدي نصها باينة، وشكلي مش باين عليه ان واحدة محجبة خالص. كنت مكسوفة قوي وبقول يا لهوي، انا ازاي ممكن اخرج كده؟ ده كأني مش لابسة حاجة. لكن للأسف الشيطان زينلي ان انا بقيت جميلة جدا لما لبست الطقم ده، وان جمال جسمي بان. غير ان لقيت صاحبتي بتقولي تحفة، ايوه كده، انتي كده جميلة قوي وجمالك بان اكتر، بس الطرحة دي بقى عاوزين نغيرها، ممكن تلبسي تربون. ما كنتش فاهمة هو ايه دوت، بس هي ودتني المحل ولبستهوني، ولقيت رقبتي كلها باينة وشعري نصه باين. فاتخضيت من شكلي وقلت لها يا نهار، انا هلبس اللبس ده ازاي وامشي بيه في منطقتنا؟ ده انتي عايزة امي تقتلني. قالت لي ان لازم البس واعيش حياتي، وانا اقتنعت بكلامها بسرعة، وفعلا اشتريت لي 3 اطقم بنفس الشكل. كنت مبسوطة قوي باللبس الجديد، ونسيت ان اللبس دوت ما ينفعش البسه ابدا. رجعت البيت وما قلتش لحد اني اشتريت لبس جديد،
ولما جيت انزل الجامعة اليوم اللي بعده باللبس الجديد، امي شافتني واتخضت من اللي انا لابساه. فقلت لها: مالك مخضوضة ليه؟ وماله اللي انا لابساه؟ ما كل البنات بتلبس كده، اشمعنى انا يعني؟ وكمان دي هدية من منا ارفضها يعني؟ لقيت امي بتقولي: ايه يا بنتي ده؟ انت شايفة ان ده حجاب؟ رقبتك وشعرك وايدك وايه الخلخال ده؟ انت رايحة جامعة انت ولا رايحة فين بالظبط؟ قلت لها: بصي يا امي، انا ما طلبتش منك جنيه وهعمل اللي انا عايزاه، لما اطلب منك فلوس ابقي اتكلمي. وسبتها ومشيت. وانا ماشيه امي فضلت تهزقني وتتهمني بقله الادب، بس انا سكت لاني عارفه ان امي ست كبيره وعاجزه وما بتتحركش من مكانها ومش هتعرف تعمل لي حاجه. فمشيت ورحت الجامعه، وطول الطريق وانا بسمع معاكسات من ده ومن ده، وكنت مبسوطه قوي وحاسه ان جمالي فعلا ظهر. واول ما رحت الجامعه وشافتني منى قالت لي: ده ايه الجمال ده؟ انت كمان حطيتي مكياج؟ قلت لها: اه، ايه رايك بقى؟ كان عندي قلم كحل كده وروج، قلت ادلع نفسي. بس اسكتي، ده انا حاسه ان كل الناس بتبصلي، وكمان في الشارع اتعكست كتير قوي. وانا بتكلم معاها لقيت شاب قرب لينا وقال لي ان هو اول مره يشوفني، وسالني: انت معانا هنا؟ اتحركت ومعرفتش اتكلم، بس صاحبتي اللي ردت عليه وقالت له ان اسمي مها، وفي تجاره عربي، وان هي اسمها منى وفي تجاره فرنساوي. هو رد وقال لها ان طول عمره عايش في امريكا فدخل تجاره انجليش عشان اللغه يعني وكده. فضل يتكلم معانا وكان دمه خفيف جدا، فقعدنا نضحك بصوت عالي لغاية ما لقينا 2 صحابه جم علينا وقالوا له: معقول يا فارس سايبنا كل ده؟ بس حقك يا عم، ما انت واقف مع القمرين. وبدأنا نتكلم وسألوني على كل حاجة لدرجة ان المحاضرة فاتتني من كتر الكلام. وقبل ما امشي لقيت فارس بيقول لي: ما تيجي اوصلك يا مها؟ كنت مترددة جدا لكنه قال لي: هوديك المكان اللي تحبيه وناكل لقمة حلوة، ما تخافيش يا بنتي انا هاكلك ولا ايه؟ وافقت. ولما جيت عشان امشي معاه لقيت منى بتقولي ان اكون فكه معاه وما ضايقهوش، وان ده ابوه وامه عايشين في الخليج طول عمرهم، فالواد معاه فلوس وهو ده اللي هتجوزه وانا مرتاحه ومبسوطه، ان هو هيعيشني في المكانه اللي بحلم بيها. بدأ كلام منى يدور في دماغي لغايه ما شفت عربيه فارس. كانت عربيته حلوه قوي وباين انها غاليه قوي، فركبت معاه بدون تردد وبدأ يلف بينا في الشوارع. كنت مبسوطه جدا. واحنا في العربيه لقيته مسك ايدي فجأة فسحبتها، فلقيته بيقول لي: مالك، هو انا هاكلك ولا ايه؟ انا مبسوط ان انا بقرب منك. ولقيته مسك ايدي تاني. انا فعلا كنت حاسه ان ما ينفعش، بس اول مره احس بالمشاعر دي. ده غير اني افتكرت كلام صاحبتي وان لازم اكون فاكه معاه عشان ده ممكن يتجوزني. وبعد ما مشينا في الشوارع شويه رحنا اتغدينا، وفضلنا طول اليوم نتكلم ونضحك لغايه ما لقيته بيقول لي في اخر اليوم: بقولك ايه يا مها، ايه رايك نرتبط ببعض؟ كنت مبسوطه على مخضوضه، فقلت له: بجد بالسرعة دي؟ يعني هنتجوز؟ طيب هتيجي تتقدم لي امتى؟ فلقيته بصيلي كده وقال لي: اتقدم؟ اهدي بس كده واهدي على نفسك، انا قصدي نحب بعض ونخرج ونقضي جو. اما بقى تقعدي تزني وتقولي لي اتقدم لي ونتجوز من اولها كده فبلاش يا بنت الناس. فقلت له: ليه ان شاء الله؟ انا بنت ناس على فكرة. ضحك ضحكة استهزاء وقال لي: ضحكتيني والله، ما هو باين عليكي فعلا انك بنت ناس. بقولك ايه، انت هتقرفيني. مش اتبسطتي وكلتيلك لقمة حلوة؟ يلا انزلي بقى من العربية وشوفي هتروحي ازاي. ونزلني فعلا في نص الطريق. كنت مصدومة من ردة فعله وحسيت قد ايه ان انا رخيصة. مشيت وسبته وروحت البيت. فضلت اعيط طول اليوم. حاولت امي تعرف السبب بس طبعا ما كانش عندي كلام اقوله لها. فضلت اندم في نفسي اني وثقت فيه. وكلمت منى صاحبتي اللي قالت لي: يا بنتي انت بتيأسي ليه بسرعة كده؟ لازم تحاولي اكتر من مرة مع كذا حد لغاية ما تلاقي واحد يتجوزك. صدقت كلامها ورحت اليوم اللي بعده بلبس جديد وكأني مفيش حاجة حصلت، وبدأت أروح وأتعرف على الولاد، أتعرف على أكتر من واحد. وبعد ما بدأت أخرج مع أكتر من واحد ويعدي أسبوع على معرفتنا وأفتح معاه موضوع الجواز، يا إما يهزقني يا إما يمشي وما يكلمنيش. لغاية ما عدى شهرين وحسيت إن الجامعة كلها بتتكلم عليا وإن قد إيه إن أنا بنت مش كويسة ومش محترمة، وبقى البنات والولاد مش عاوزين يتكلموا معايا. رحت البيت وأنا منهارة وبقول: معقول كلهم مش طايقيني وانا احلى واحده في الجامعه؟ دول كانوا بيتمنوا بس ان انا ابصلهم. ولما بدات اهدى شويه قلت انا لازم ادور على شغل واصرف على نفسي وطز في الجواز بقى. فتحت النت وبدات اكتب عليه شغل بمرتب عالي. لقيت الشغل كله طالب شهادات عاليه وخبره، وانا معيش كل الكلام ده. يا اما شغل لمده ساعات كبيره، وانا الصراحه كده واحده كسلانه. انا مش عاوزه اتعب، انا عاوزه شغل بمرتب عالي وأقصاها 6 ساعات أو أقل كمان. وبدأت أدور كل يوم لغاية ما لقيت شغلانة راجل كبير كان عارضها. كان كاتب: عمل لفتاة بالمرتب اللي تطلبه.
مدة الشغل 3 ساعات، هتقعد مع راجل كبير في السن للرعاية والخدمة فقط. اتبسطت قوي، خصوصا ان حطيت رينج مرتب عالي جدا. فقلت لأمي ان انا رايحة الجامعة ونزلت ورحت الشغل. لقيت الراجل دوت قاعد في فيلا كبيرة قوي. قلت للحارس ان انا جاية عشان الاعلان ده. دخلني جوه وقال لي اتفضلي لحد ما البي ينزل. دخلت وقعدت، وبعد شوية دخل عليا راجل كان عنده حوالي 50 سنة او ممكن اكتر، لكنه كان بصحة كويسة جدا. فقال لي ان هو اسمه شوقي، وان الشغلانة هتكون عبارة ان اقعد معاه اقرأ له كتاب واحضر له الاكل، وان انا مش هطبخه، انا بس هحطه له بطريقة كويسة وهوضب له الأوضة بتاعته. قلت له خلاص تمام، انا هاجي في مواعيد الجامعة عشان انا مش قايلة لحد من اهلي. وافق وقال لي تحب تاخدي كام؟ قلت له انا عاوزة اخد في اليوم 1000 جنيه. قال لي خلاص انا هديكي 1200 جنيه، بس المهم ان انتي ما تضايقنيش خالص ولا تعملي حاجة تعرضني، تسمعي كلامي في كل حاجة. كنت مبسوطة قوي، ومشيت واتفق معايا ان انا هاجي من بكرة. وانا ماشية في الشارع قعدت افكر في الرقم اللي انا هاخده، واقول لنفسي معقول انا هاخد كل ده لوحدي؟ ده انا هبقى غنية قوي. وقعدت احسبها واقول 1200 جنيه في اليوم، والشهر 30 يوم، يعني هاخد في الشهر 36 ألف جنيه. ما كنتش مصدقة نفسي، كنت مبهورة من الرقم، وبقول معقولة الراجل هيديني المبلغ ده كله عشان الطلبات البسيطة دي؟ بدأت أشك الصراحة، بس قلت يعني هو الراجل هيعمل فيا إيه يعني؟ روحت البيت وما قلتش لمنى صاحبتي ولا لأي حد عن أي حاجة. أنا كنت طايرة من الفرحة لغاية ما جه اليوم اللي بعده ورحت عند الراجل دوت. ولما دخلت لقيت البيت كله فاضي، ولما قعدت شوية لقيت أستاذ شوقي نازل من السلم فلقاني وقال إن البيت مفيهوش حد غير عم صلاح البواب، وأم صباح بتنظف كل 3 أيام، فهديكي نسخة من مفتاح البيت تيجي وتطلعي وتصحيني وتحضري لي الفطار وتغيري لبسك، وهتلاقي في أوضتك اللي جنب أوضتي لبس ليكي. سكت وطلعت الأوضة، وفعلا لقيت لبس كتير قوي. لبست أكتر حاجة كويسة ونزلت. ولما جيت فتحت التلاجة لقيت التلاجة عمرانة بالأكل، كان في حاجات كتير قوي أول مرة أشوفها. طلعت كل اللي في التلاجة وبدأت أعمل لي سندوتشات واكل، ولقيت عصير وحاجات كتير، وبدأت الصراحة أكل في كل حاجة في التلاجة وأشرب كمان من العصير. ونسيت تماما إن المفروض أقدم له الأكل. كنت جعانة قوي الصراحة. طلعت الصالة وما لقيتهوش، فلقيت تلفزيون، واحنا عندنا في بيتنا التلفزيون بعيني عشان افتحه. ففتحت كيس مقرمشات وقعدت قدام التلفزيون اكل واتفرج. الوقت جري وانا ما عملتش الشغل اللي عليا، وبعد ساعة اتفاجئت ان الوقت قرب يخلص وانا لسه ما عملتش الشغل اللي عليا. قمت بسرعة عملت اي حاجة، وقلت ده راجل كبير يعني اكيد مش هيركز معايا. خلصت ودخلت اوضتي عشان اغير لبسي، وعديت عليه عشان اخد منه الفلوس. فاتصدمت لما قال لي رغم ان انتي ما عملتيش الحاجة كويس زي ما اتفقنا، بس خدي الفلوس. اخدت الفلوس ومشيت. كنت مستغربة ان راجل كبير في السن بس باين عليه ان هو مش سهل خالص، بس حاولت اتبسط بالفلوس اللي اخدتها. رجعت البيت وانا مشتريه حاجات كتير قوي، لبس وهدوم وكمان اكل. كنت كل مرة اقول لامي حجة غير التانية عشان ما تشكش فيا. وبدأت كل يوم اروح لشوقي واشتغل معاه واخد الفلوس، لغاية ما في يوم لقيته بيقولي ان هو عاوز يتجوزني وان هيعيشني ملكة، ويا ريت حاول يخليني ارضى بيه. لا، ده لقيته بيقولي ان هو هيستنى الموافقة مني بكرة. خرجت وانا تايهة وبقول معقول هتجوز؟ ويوم ما اتجوز هتجوز ده؟ لا طبعا انا هرفض. وفي اليوم اللي بعده بلغته رفضي. وقتها شفت وش ما يطلعش من راجل عجوز ما كنتش بسمع له حس، ولقيته بيقول لي انا مش بطلب منك، انت هتتجوزيني بدل ما اقول على الحاجات اللي سرقتيها. انا عارف انك ما سرقتيش حاجة، بس انا هسرقك 100 حاجة، وكمان هقول انك بتقعدي معايا هنا لوحدك ومفيش حد بيبقى موجود معانا. وشوفي بقى وقتها هتقولي ايه لاهلك. بكرة هاجي اتقدم لك، وبعد اسبوع هنكتب الكتاب. هتقولي لي اظبطها ازاي واقول لاهلي ايه؟ معرفش، اتصرفي، انتي ما بتغلبيش. لما روحت البيت قعدت افكر، وكنت تايهة ومش عارفة اعمل ايه، ولقيت ان مفيش حل غير ان اتجوزه بدل ما اتبهدل. وكمان هو قال لي ان هو هيعيشني ملكة، فقلت خلاص هوافق. فقلت لامي ولقيتها فرحت جدا ووافقت. ولما سألتني على تفاصيل عنه وازاي عرفته، كدبت عليها وقلت لها ان هو خال صاحبتي، وان هو سنه كبير يعني حوالي اكتر من 50 سنة، بس غني جدا وهيعيشني ملكة حرفيا. امي اتخضت ورفضت في الاول، بس انا اصريت على قراري لحد ما وافقت. ولما قلت لها بعد اسبوع ان احنا هنكتب الكتاب عشان هو مستعجل وما بيحبش الخطوبة ولا الجو ده، كانت برضه معترضة. بس في الاخر طبعا وافقت لان هي مش هتعرف تعمل لي حاجة.
وبعد أسبوع بالظبط لقيته جاي ومعاه فستان أبيض والمأذون وكتبنا الكتاب. كانت نظرات أمي كلها حزن وحسرة، وما كانتش موافقة على الراجل ده، بس زي ما بيقولوا كده ما باليد حيلة. وأول ما دخلت البيت بدأت رحلة عذابي. بعد ما وصلنا البيت لقيته قال لي إن أغير هدومي، وكان فعلا فيه هدوم كتير ليا كان هو جايبهم لي. وبعد ما غيرت هدومي دخل عليا وشافني، ولقيته فجأة ضربني بالقلم. اتصدمت، فقال لي ما تتخضيش قوي كده وتعودي، عشان أنا بحب الضرب قوي، وأنا ما صدقت ألاقي حد يستحمل ضربي، وعينيكم ما تشوف إلا النور. اليوم اللي أي بنت بتكون فرحانة فيه كان يوم عذابي. فضل طول اليوم يضرب فيا لحد ما تعب وسابني، وعرفت بعدين إن هو راجل ثدي وبيحب الضرب. كانت صدمة بالنسبة لي. عدى اليوم ولقيته بيتعامل بعد كده عادي جدا كأني معملش حاجة. وفي اليوم اللي بعده صحيت من النوم وبدأت أنزل أجهز الفطار، فبعد ما قعدنا على السفرة رمى الأكل في وشي وقال لي انتي حتى شوية أكل ما بتعرفيش تعمليه. وقام مسكني من شعري وفضل يضرب فيا لغاية ما جسمي كله ورم. قعدت أعيط طول اليوم بسبب اللي حصل لي، وهو ما كانش في باله خالص. فضلت على الحال دوت لمدة شهر، كل يوم اتضرب بالإيد واتشد من شعري واتشتم واتهان، لغاية ما فكرت إن أنا لازم أهرب لأني مش قادرة استحمل أكتر من كده. جيت بالليل أخرج من الباب الرئيسي لقيته مقفول جامد، فقلت خلاص أنا ههرب من الشباك، لكن اتفاجئت إن كلهم مقفولين. ولما حاولت أهرب من باب المطبخ لقيت شوقي في المطبخ وبيقولي بقى عاوزة تهربي؟ أنا هوريك إزاي تفكري إن انتي تهربي. بدأ يجرني لأوضة الخزين تحت الأرض ورماني على الكرسي، وبدأ يضرب فيا لغاية ما أغمى عليا في مكاني. فوقت لقيت نفسي في الأوضة لوحدي والأوضة ضلمة. فضلت أصرخ وأزعق وأتوسل إليه إن هو يخرجني، لكن ولا سأل عني. فضلت في الأوضة ساعات كتير لغاية ما لقيته فتح الباب وقال لي اطلعي، كفاية عليكي عقاب لغاية كده. خرجت من الأوضة وأنا تعبانة ومش قادرة أتحرك، فقلت له أنا مش هسيبك عايش ولا يوم، أنت لازم تدفع تمن اللي أنت عملته فيا ده. لكن طبعا ما خدتش رد فعل غير الضرب، وسابني بنزف في مكاني ومشي من البيت. فضلت في مكاني فترة كبيرة لغاية ما فكرت إن أنا أحط له دواء في الأكل وأخلص منه، بس كنت خايفة يحصل حاجة واتحاسب عليها. أنا أجبن من إن أنا أعمل كده الصراحة، لحد ما جالي فكرة. وقبل ما أنام قلت له أنا أعصابي بايظة ونفسيتي تعبانة وعاوزة أنام، ممكن تديني منوم؟ لقيته جابلي منوم فأخدته منه، وعملت نفسي إن أنا أخدته، لكن أخدت الشريط وخليته معايا. كنت عارفة إن هو بيصحى في نص الليل ياخد الدواء ويكمل نوم، ودواء بيبقى جنبه هو والمية. عملت نفسي نايمة لغاية ما اتأكدت إن هو نام، وقمت وحطيت المنوم في المية بتاعة الدواء بتاعته ونمت. صحيت من النوم لقيته لسه نايم، وأنا عارفة إن هو بيصحى بدري قوي، ولقيت إن هو شارب المية. فلبست بسرعة وأخدت مفتاح البيت من محفظته ومشيت من البيت. ولما رجعت لأمي كانت مبسوطة جدا إنها أخيرا شافتني. ولما شافتني، لأني نسيت أقول لكم إن هو كان مانع إن أنا أروح لأمي ولا أمي تجيلي، ولما شافت اللي أنا فيه زعلت عليا جدا، لكنها قالت لي إنها ما كانتش موافقة من الأول، واتفقت معاها إن أنا هتطلق منه. فضلت مقضية اليوم عند ماما واستغربت إن شوقي ما جاش لغاية دلوقتي، ولكني سمعت التليفون بيرن فرديت واتفاجئت إنها المستشفى بتبلغني إن شوقي عمل حادثة على الطريق وهو سايق، وإن أنا آجي بسرعة عشان أشوفه. ولما رحنا المستشفى الدكتور قال لي إن هو حصلت له حادثة ومات. ما كنتش زعلانة عليه وخلصت الإجراءات، وبعد فترة عرفت إن هو ما كتبليش أي حاجة من الورث، بس ما زعلتش، أكيد ربنا كتبلي كل دوت عشان كنت بتبطر على النعمة، وما كنتش برضه باللي ربنا كتبهولي. ده غير إن أنا عملت حاجات غلط كتير أوي الصراحة. ربنا كتبلي إن أنا أعيش مع حد غني، لكني شفت منه العذاب أشكال والوان. ما كنتش قادرة أنسى نظرة الفرح وهو شايفني بعيط ومش قادرة أقف على حيلي. اتعلمت الدرس وبطلت الطريقة اللي كنت بفكر فيها، وبدأت حياتي وأنا بفكر إزاي أتعلم النهاردة وأقرب من ربنا، وبعدت عن منا وغيرها. وندمت إن أنا كنت بكلم شباب في الجامعة وكنت بعمل تصرفات غلط كتير قوي، وربنا سترها معايا الحمد لله لحد آخر وقت. التجربة كانت سيئة قوي وصعبة قوي عليا، لكن الحمد لله قربتني من ربنا وعلمتني حاجات كتير قوي، وبدأت إن أنا أركز إزاي أصلح من نفسي وأقرب من ربنا وأمي وإخواتي. أتمنى إن انتوا تتعلموا من قصتي.